فائدة بيع القربان في الكنيسة؟ في الحقيقة مفيش حاجة اسمها بيع القربان في الكنيسة، لأن دي بدعة من البدع الخاطئة. كان النظام الأصلي في الكنيسة إن الإنسان لازم يخش الكنيسة صايم، ما يكونش واكل وجاي الكنيسة واكل، يجي صايم، والناس خارجين صايمين من الكنيسة فبيدوهم خبزة مباركة ياكلوها، والخبزة دي كانت بتعطى لهم مجانا، وبعدين بتدرج الوقت بقت بتتباع، وبقى فيه قربني بيبيع القربان، وكل دي بدع في الكنيسة، ومش مفروض ابدا ان احنا نبيع القربان. كما ان القربان ينبغي ان يعمل من دقيق يقدم للكنيسة كعطايا. يعني ايه جاية كلمة قربان؟ انسان بيتقرب الى الله بشيء، فاي واحد بيدي ربنا شيء لكي يتقرب الى الله به بنسميه قربان. ولذلك اوشية القرابين بتشمل الخمر والزيت والبكور والستور والبخور وكتب القراءة وأواني المذبح، واسمها أوشية قرابين، وتشمل الحاجات دي كلها لأنها أشياء يتقرب بها الإنسان إلى الله. فكان زمان القربان برضو عبارة عن الدقيق اللي بيجي للكنيسة بركة من الناس، بيتعمل منه القربان، واحنا بنصلي وبنقول اذكر يا رب هذه القرابين والذين قدموها والذين قدمت عنهم. ففي ناس قدموها، ويا ريت ناس يتعهدوا بانهم يقدموا الدقيق للكنيسة بتاع القربان على الاقل اللي يتعمل منه الحمل. ووظيفة قرابني في الكنيسة وظيفة غلط في غلط، ولذلك انا لا اوافق اطلاقا ان حد منكم من الكنائس المختلفة يعمل تأمينات اجتماعية للقرابنية، لأن دول مش موظفين بالمعنى المفهوم. ده مجرد إنسان بيبيع قربان لحسابه الخاص، ده تاجر خبز زي أي واحد فتح مخبز وبيبيع خبز، ويكفي إن الكنيسة قدمت له سوقا يسوق فيه ببعضه. فإزاي ده يبقى موظف ويبقى ليه مرتب؟ وإزاي القربان يتباع؟ وازاي القرابني يفرض اي سعر على القربان مثلما شاء؟ كمان في صنع القربان في خطأ اخر. مفروض ان الناس وهم بيعملوا القربان يكون القربان بيتعمل بالصلاة وبالمزامير وبالتسبيح، واللي يعملوه يكونوا شمامسة مرسومين لهذه الخدمة، شمامسة مرسومين لهذه الخدمة، يتعملوا شغلة القربان، وأثناء ما يعملوا القربان يكونوا بيصلوا عليه المزامير وكل النبوءات التي قيلت عن ميلاد المسيح في المزامير، ويقولوا التسبحة ويقولوا الحاجات دي كلها، وبنشعر انه خبز مقدس اتعمل بطريقة مقدسة. مش القرابني يعمله وهو بيشتم وبيتخانق، وجايز انسان لا مواهب روحية له، وجايز مراته هي اللي تعمل له القربان، وحاجات كتير احنا عارفين اسرارها ايه. فالعملية كلها غلط من اولها لاخرها، ومفروض ان الكنيسة تتنبه ليها وتحاول انها تعالجها. طب والقربان اللي بيعطى للناس، الوضع السليم ان الكنيسة تجيب الدقيق وتعمل القربان بواسطة شماس مكرس او اي شخص من خدام الكنيسة مخصص للخدمة دي، وممكن يكون بيعمل قربان وبيوعظ وبيتناول وبيخدم شماس وبيفتقد الشعب وكل حاجة. وبعض الكنائس ابتدت تعمل الحكاية دي، والقربان يجي يتحط عند الكنيسة، اللي ياخد حاجة، عايز يحط في الصندوق يحط، ما يحطش ما يحطش، المهم ان دي تبقى تبرعات للقربان، والقربان يعطى بلاش مش بفلوس. لكن عملية بيع القربان دي عملية خطأ من اولها لاخرها، وما يصحش ابدا ان احنا نبيع قربان. وما فيش بياع متجول في الكنيسة يمر وسط صفوف الناس يبيع قربان، ولا بياع بره يبيع قربان. ومن الاخطاء اللي بتحصل ان ساعات يدوا القربان للناس وهم داخلين الكنيسة، بينما الوضع السليم ان القربان يعطى ليهم وهم خارجين.
وهكذا ساعات يدوا القربان للعيال الصغيرين، والعيال الصغيرين ياكلوا القربان ويجوا يتناولوا وهم واكلين، والام تقول معلش ده صغير ما يعرفش ما يعقلش، وحاجة مش معقولة ابدا. وساعات انسان يشتري قربانة ويجي يتناول يروح داخل الهيكل بالقربانة، بينما مش اصول ابدا ان قربانة تخش الهيكل غير قربانة الحمل بس اللي هي بيصلى عليه. فما يصحش اي انسان يخش الهيكل بقربانة، ما يصحش ابدا. يبقى جاي يتناول وماسك قربانة في ايده حاجة مش، او حاطط قربانة في جيبه. حكاية القربان دي عايزة اعادة نظر، عايزة اعادة نظر.